السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعمل مع بعض شوية فول حلوين كده هيعجبوكي جدا. والفول دوت انا بعتمده طول السنة، موجود عندي مش في رمضان بس. طبعا انا جبت نص كيلو فول زي ما انتوا شايفين كده، سعر الفول الكيلو 55 جنيه، فانا جبت نص كيلو وجبت ربع كيلو بليلة. دي كانت عندي في التلاجة بليلة. لما تقوليله جيب غلة بليلة، علشان طبعا الغلة التانية بتاخد سوا كتير. طبعا الربع كيلو دوت من البليلة مش بحطه كله، بقسمه على مرتين، يعني باخد ربع تمن المرة دي والتمن المرة الجاية. ببدأ ان انا احط الاتنين مع بعض وانقيهم كويس جدا، وبعد كده بجيب الحلة بتاعتي علشان انقعه بقى من بالليل لحد الصبح. طبعا ما تكتريش اكتر من بالليل لحد الصبح علشان خاطر ما ينبتش معاكي ويبقى فول منبت، اللي هو الفول النابت. تمام. وكل 3 4 ساعات ببدأ ان انا اروح اغيره علشان ما يبقاش في المية ريم او المية تريح مني وبتبقى ريحة الفولة وحشة. بعد كده ببدأ ان انا اسيبه زي ما انتم شايفين الصبح كده بقى، بعد ما غيرته كذا مرة زي ما قلت لكم. بعد كده ببدأ ان انا اروح اغسله كويس جدا تحت الحنفية واسيبه يصفي، واجيب الفوالة بتاعتي. طبعا الفوالة زي ما انتم شايفين ألمونيا عادية جدا، يعني بتاخد نص كيلو الفوالة دي بالمحتويات بتاعتها. ببدأ ان انا اجيب مية عادي كده من الحنفية، مش مية مغلية ولا اي حاجة. بعد كده بحط في الفوالة لحد كده العلامة اللي في يعني المسمارين اللي هم جوه في الفوالة دولت، علشان اعمل حساب الاضافات اللي هحطها ما تفرش معايا على البوتاجاز وتبهدل الدنيا. بعدين بحطها على البوتاجاز لحد ما تغلي تماما، يعني تغلي غلوة حلوة قوي المية كده. ببدأ ان انا اجيب الفول اللي غسلته واحطه بقى في الفوالة بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا الفول ده هيعجبك جدا لو حاولتي ان انت تعمليه بالوصفة اللي انا بقولها، هيعجبك جدا. وما تنسينيش في اللايك والشير. بعد كده ببدأ ان انا املى الفوالة بتاعتي وانا عارفة ان انا هسيب مسافة. الاضافات بتاعتي بقى جزراية كبيرة كده حلوة مبشورة، وليمونية مقشرة، وربع معلقة صغيرة من الكركم، وربع معلقة صغيرة من بهارات بودرة التوم. حلوة جدا، هي دي السر اللي بتخلي ريحة الفول تجيب من آخر الشارع. ومعلقة كبيرة جدا من صلصة الطماطم. تمام كده، هي دي الإضافات المبدئية اللي احنا بنحطها في الأول خالص، ويفضل يغلي بقى مع نفسه كتير لحد ما يستوي. قبل السوا كده بشوية بنحط مكون تاني. بعد كده بجيب بقى شوية زيت كده من النضيف اللي هو مش بتاع تموين ولا أي حاجة، وابدأ ان انا احطه كده على الوش معلقة كبيرة، علشان ده بيخلي الفول محافظ على شكله، وكمان الفولية ما تغمقش مني. والاضافات اللي احنا حاطينها ميكس ما بين الاحمر والاصفر اللي هو الصلصة والكركم، بيدي لون الفولة اللي هي موجودة في الشارع اللي انت بتشتريه من الشارع. وببدأ ان انا اقلب كويس جدا بقى، علشان خاطر هبدأ ان انا اول لما احس ان هو خلاص هيغلي ببدأ اوطي واحطه على شياطة واسيبه ساعة كاملة من غير ما افتح عليه كل شوية وابص عليه ومش عارف ايه. هو على شياطة فما تقلقيش خالص. بعد كده ببدأ بعد الساعة بالظبط بلاقيه نقص بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. ببدأ اجيب كنكة كده فيها مية بتغلي، ما تحطيش مية ساقعة علشان خاطر الفولة ما تجلدش منك. بعد كده ببدأ اقلبه كويس جدا علشان ما يكونش الاضافات اللي انا حطيتها ما تركنش معايا تحت في الفوالة. بجيب بقى المية بتاعتي وبعمل حساب ان انا مخليش المية تكتر زيادة عن اللزوم عشان برضو ما يفرش معايا. وهو هيحتاج كمان كنكاية قبل الاخر كده، فانا بسيبه براحته. لو انت عاوزة تعمليه في حلة الضغط دي، انا بصراحة ما جربتوش، ولكن انا مجربة الوصفة دي وبالشكل ده على الفوالة القديمة. بعد كده ببدأ ان انا اشوفه في المرحلة الثالثة بلاقيه نقص تاني. ببدأ اجيب بقى المكون بتاعنا، طبعا المية بزودها تاني، واجيب اخر حاجة بقى اللي هو داخل على التسوية. ما بحطش انا العدس، لان العدس بيشكل وبيقوم هو يتحرق ويلزق تحت في الفوالة وما بيستويش الفول. فانا بحطه وهو خلاص الفول استوى
تمام. ببدأ إن أنا أحط معلقتين كبار كده من العدس. العدس ده بيكون عندي ربع كيلو باعمله كشري، فباحوش شوية كده منه وببدأ إن أنا أحطه في الفول عندي، يعني ما اشتريتش عدس ولا أي حاجة. تمام. ده المكونات اللي أنا حطيتها عندي، بيخلي الفول بتاعي تخين بالمنظر ده. كمان لما يبرد هيتخن اكتر واكتر، يعني كيس الفول اللي هتاخديه هتزودي عليه ميه كتير علشان خاطر هو هيبقى تخين معاكي قوي. احنا ما حطيناش دقيق وما حطيناش حاجات رز علشان يتخن، ما حطيناش الكلام ده، هو تخين مع نفسه. حتى لما يبرد هتشوفي الكلام اللي انا بقولك عليه دوت. وريحته حلوه جدا، كانت ريحته فظيعه، والفولايه مستويه، وطبعا الغله اختفت، وكمان الجزر اختفى، والعدس هو اللي باين لك الفول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا زي ما انتوا شايفين دي النتيجة معانا في الآخر. هيعجبك إن شاء الله لما تجربي الوصفة. أنا والله عملت لكم الفيديو ده وأنا تعبانة مش قادرة يعني أتنفس حتى لأني عندي برد، فحبيت أنزله لكم. شجعوني بلايك وشير وسبسكرايب. بعد كده بحط ليمونايه وشوية كمون طالما هو لسه سخن. تمام. واحط شوية ملح وشوية زيت حار وطحينة، وده كان شكله النهائي. كان بصراحة طعمه حلو ونضيف وريحته حلوة وشكله حلو، وهيعجبك جدا جدا. وكمان موفر للأسرة، يعني بيعملك 10 أكياس. هتشوفي حجم الكيس محترم، يعني مش حاجة بسيطة، انه بيتخن قوي. بعد ما تخن بقى بالشكل ده عمل لي الاكياس دي، طبعا غير الطبق اللي احنا اكلناه. تمام. انا ضربته بقى بالهاند بلندر كده ضربات متقطعه علشان خاطر في السحور ابدا اشتغل على طول من غير ما اهرس بقى واجيب الشوكه ومش عارف ايه والكلام ده. فانت لو حباه فوله صحيحه زي ما انت عايزه، حابه تضربيه بالهاند بلندر برضو زي ما انت عايزه. ودي كانت الكميه بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وبعد كده على طول اول لما يبرد تحطيه في الفريزر علشان ما يريحش منك. وده كان الشكل النهائي بتاع الفول بتاعنا. كل سنة وانتم طيبين. اتمنى منك لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم على خير الفيديو جاي. مع السلامة.